فهمنا ان كلمه فتى دي معناه شخص تقريبا من 8 الى 14 سنه. الكلمه في اليوناني معناها فتى، يعني من 8 الى 14 سنه، يعني تقريبا اخويا رامي الشخص ده كان في سن اعدادي. واصعب حاجه شفتها الايام اللي فاتت دي وانا بمسك الموبايل وبجلب في الفيسبوك، بشوف حاجات رهيبه، بشوف كميه شباب غير عاديه فرجوا الحياه. والنهارده الكتاب المقدس بيكلمنا عن الايام، الكتاب المقدس بيكلمنا عن الحياه بتاعتنا، والكتاب المقدس بيكلمنا عن تصور الموت في حياتنا. فاول حاجه في مزمور 39 داود بيقول جعلت ايامي اشبار. تسالني النهارده يعني ايه شبر؟ شبر ده يعني انا سيدي طبعا انا راجل صعيدي، فلما كان عاوز مثلا يقيس عصايه كان يعمل ايه؟ يقيسها بالشبر. فلما باجي ابص الشبر ده من هنا لهنا يعني حاجه صغيره، يعني ايامي اللي انا عايشها على الارض صغير. طب الموت شبهه انه كخطوه بيني وبين الموت، خطوه انا ممكن اخدها، خطوه صغيره. فاذا كان الموت قصير والحياه صغيره، طب اسمع بقى التشبيه القوي على حياتي في يعقوب 4:14. ما هي حياتكم؟ يمكن النهارده الناس بتشوفني، ايه هي حياتكم؟ بخار تظهر قليلا، بخار يظهر قليل ثم يضمحل. فاذا كان الواحد لو بيعمل كوبايه شاي كده وحاطط الكتل فبيطلع بخار، بس بعد كده بيحصل ايه يا اخويا رامي؟ بيختفي. فاذا كان البخار بيختفي في لحظه، في حياتي انا وانت واللي بتشوفني الليله بتظهر وبتختفي. فاذا كان الايام بتاعتنا صغيره وعمرنا قصير والموت خطوه وحياتي بتخلص في اي لحظه، السؤال لحد دلوقتي يا غالي ليه بتأجل قرار التوبه؟ بيدعيك بشكل شخصي انك ترجع له وتتوب. خد المسيح نصيبك الليله. فالنهارده عاوز اقول ان افتيخس شاب صغير وان العمر مش مضمون، فاللي هيحسبها صح النهارده هيتوب